الخلع الزوجة مش بتحتاج تجيب فيه شهود علشان يبقى فيه حجة مقنعة قصاد القاضي عشان يخلع. المعروف في الخلع إن الزوجة بإيه؟ بتقدم كل اللي هو اداهولها عند الدخول اللي هو مقدم الصداق، وبتحاول تخلع نفسها منه. ليه؟ علشان تفتدي نفسها. يعني ايه تفتدي نفسها؟ يعني تفلت منه، من الآخر يعني تريح نفسها منه. خد اللي انت اديتهولي بس سيبني في حالي. وبتلجأ للمحكمة علشان تخلعها، علشان هو متعسف ورافض الطلاق. وانا ما فيش حل ان انا ارفع عليك طلاق للضرر ولسه اثبت الضرر والكلام ده كله. لا، انا مش عايزه حاجه. انا هو بقول لك خد اللي انت اديتهولي وسيبني. اللي انت اديتهولي بقى الثابت في قسيمه الزواج. انت بقى كتبت 1 جنيه، كتبت 100,000، هي هتردهولك في الخلع. طب القايمه، القانون الحالي بيقول ان القايمه ايصال امانه. انت عايز تثبت حاجه، حطها في المكان او في الورقه اللي القاضي هياخد بيها.